سلام الله عليكم يا حبايب. طبعا اليوم بوريكم طريقة لبس الشال اليمني ما بسمى بالقبر. طبعا شوفوا لي أول حاجة على فخامة. اليوم أنا لابس ثوب من عند مهاب، تفصيلهم ما شاء الله ضخم جدا جدا. أول خطوة يا حبايب نعطف الشال للنص بهذه الطريقة، تكون العطفة لها داخل، ونحط النكشة على وسط الرأس، والعطفة هذه تكون لها داخل بهذه الطريقة 3 مرات، وتهزر الشال من وراء عشان يكون معاك القبر مضبوط وضخم. بعدين تشيل الجهة هذه وتفردها كامل وتبدأ من طالع تعطفها للنص، وبعدين تحاول توزر الطبقات عشان يكون القبع مرتب وجميل وتثبتها لا داخل. هذه التدريجات توزنها أنت بيدك عشان يكون القبع مرتب. والعطفة الثانية نفس الشيء، تفتحها كامل وتعطف من طالع للنص. شوفوا لي يا حبايب فخامة القبع مع أثواب مهاب. طبعا يا حبايب مهاب مسوي عرض ضخم جدا، تفصل 2 أثواب تحصل على الثالث مجان. وإيش أقول لكم تفصيلهم صلاتي على النبي، بيفصلوه بدقة عالية بل من اللي يرسموه عليك رسم. شوفوا صلاة على النبي. الله إيش منتظرين؟ تعالوا فصلوه واغنموا الفرصة. تحياتي لكم.